كلنا بدأنا البرمجة بنفس الطريقة تقريبا، فيديوهات كتير وكورسات كتير، ودايما نفس السؤال اللي بيدور في دماغنا: هل أنا كده ماشي صح؟ بس المشكلة إن محدش بيشرح لك الصورة كاملة، الرحلة اللي بيعدي بيها أي مبرمج من أول خطوة لحد ما يبقى شخص مطلوب وشغال في السوق. في الفيديو ده هقول لك ايه هي المراحل اللي هتمر بيها، وايه هي المراحل اللي هتبدأ تتعلمها، وازاي تعرف نفسك ان انت عديت من المرحلة دي ولا لسه. ويهمني كمان انك تقيم نفسك انت واقف فين دلوقتي. فيلا بينا مع بعض نبدأ. السلام عليكم، انا محمود حسام، واول مرحله معانا من المراحل هي اساسيات البرمجه. اول مرحله واهم مرحله وهي مرحله الاساسيات. المرحله دي بتتعلم فيها يعني ايه كود اصلا، بتبدا تفهم حاجات بسيطه زي الفاريبلز، الاف ستيتمنت، اللوبس، الفانكشن. بتبدا تركز على لغه واحده بس زي الجافا سكريبت او الجافا او البايثون، وكمان بتبدأ تعمل بيها حاجات بسيطة زي لعبة صغيرة أو إن أنت برنامج مثلا يحسب لك رقمين. دي المرحلة اللي بتحس فيها إنك ضايع شوية، بس لازم تكمل لأن المرحلة دي كلنا عدينا بيها، وهي البوابة فعلا لأي حاجة جاية بعد كده. تاني مرحلة معانا وهي السوفت وير انجينيرنج برنسبل، وهي مبادئ هندسة البرمجيات. هنا بقى بنبدأ نخش على الجد. المرحلة دي بتخرجك من كود شكله شغال لكود انت فاهم بتعمل ايه بالظبط. بتبدا تفهم ايه هي الداتا ستراكشر، وازاي تحل مشكله بالجوريزم كويسه، وكمان ازاي تستخدم الجيت والجيت هاب، وكمان ازاي تعمل بروجكت ستراكشر منظم، وكمان ازاي تكتب كود كلين وسهل ان انت تعدل عليه في المستقبل. في ناس بتبدا تقف عند المرحله دي وتبدا تشتغل، ولكن لو كملت هتبدا تفتح معاك اكتر واكتر. ثالث مرحله وهي مرحله التخصص. دلوقتي انت بقيت فاهم برمجة واشتغلت على نفسك، حان وقت السؤال بقى ان انت هتدخل اي مجال. البرمجة مش تخصص واحد بس، بالعكس عندك كتير من التخصصات. عندك زي الويب بينقسم الى باك اند وفرونت اند، عندك كمان السايبر سيكيورتي، عندك كمان الامبيدد سيستم، وكمان الموبايل ابلكيشن. المهم تجرب شوية مجالات وتبتدي تشوف ايه اللي بتحبه وتبدأ تشتغل عليه وتتعمق فيه، وتبني كمان مشاريع كويسة وتبني بورتفوليو يكون كويس. نيجي لآخر مرحلة معانا وهي مرحلة التعليم المستمر. خليني اقول لك ان المرحلة دي مستمرة معاك طول العمر. البرمجة مش مجرد كورس تمتحن فيه وخلاص، البرمجة مجال بيتطور كل يوم. لازم تتابع الجديد وتتعلم فريم وورك، وتبدأ ان انت تشتغل على مشاكل حقيقية. الناس الشاطرة في المجال هي مش اكتر ناس بتعرف، لا، هي الناس بتتعلم كل يوم. مفيش مرحلة واحدة اهم من التانية، اهم حاجة تعرف انت ماشي ليه ورايح فين. قول لي في الكومنت انت شايف نفسك في انهي مرحلة وبتخطط توصل لايه السنة دي. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو لسه جديد دوس سبسكرايب، واستنى مني فيديوهات كتير ان شاء الله هتخليك مبرمج تقيل في المجال.